هلو على أجدع ناس. قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتش في القناة فممكن تشترك دلوقتي عادي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك علشان ده بيدعمني جدا. بيبدأ فيلمنا النهاردة في باكستان، وده بشير اللي بيعلم ابنه ازاي يضرب نار، وبيكون مستني ربيع علشان ياخده ويروح لبيت أخوه طاهر اللي بياخد مراته أزمة علشان يروح السفارة الهندية لأنه ضحك عليها واتجوزها بالعافية. وبيوصلوا لإسلام أباد عند السفارة وبيدخلوا جوه علشان أزمة تقابل واحد هناك اسمه عامر هيخلص لها شوية أوراق، لكنها مستنية الفرصة لحد ما طاهر وأخوه ياخدوا جنب علشان يتكلموا. ساعتها بتجري لأول شباك بيفتح، وبتعرف أيوش موظف الشباك إنها هندية ومخطوفة وإنها اتجوزت بالعافية وإنه لازم يفتح لها الباب. فبيكون محتار يبلغ الأمن ولا يفتح لها ولا يعمل إيه علشان هي هندية زيه زيها، لكن بيقول لها خشي من بوابة 6 بسرعة، وبتدخل قبل طاهر ما يوصل لها. لكن الكل بيكون خايف منها ومفكر ان هي جايه تفجر السفاره، لكن ايوش الموظف اللي دخلها بيهديهم وبيقول لهم لو كان معاها قنبله ولا حاجه اكيد كانت ظهرت على بوابه التفتيش، هي بس محتاجه لمساعده بجد. وبيبان ان هي خايفه وبتقول لهم انها مش عايزه تخرج من هنا. فايوش بيروح ينادي على السفير جيبي اللي بيجي علشان يشوف ايه الوضع، ومن نظراتها بيحس ان هي مش بتكذب، بس الاول لما يتاكد من بياناتها ليكون ده فخ ومعمول لهم. وبيخلي ايوش يفحص جواز السفر بتاعها وبيعرف انها هندية فعلا. فالسيد جي بيقول له الحالة دي معقدة والبنت دي مش بتكذب، وبيقول لها قولي لي بقى كنت عايشة فين في باكستان؟ فبتقول له كنت عايشة في بونير، واسم البلد ده بيصدمه لان الباكستانيين نفسهم بيخافوا من الولاية دي. فبتقول له انا في الهند ما كنتش عارفة ان في مكان خطر كده. وبيقول لها طب ازاي اخدت التأشيرة دي بسهولة؟ فبتقول له طاهر هو اللي عمل كل حاجة واجبرني اسافر علشان اتجوزه. فبيكون مستغرب ازاي واحد في باكستان يجبر واحدة في الهند انها تسافر له وتعمل كده وهي في كامل قواها العقلية. فبتقول له انا كان ليا قرايب في باكستان وطلبت زيارة ليهم، ولما وصلت باكستان طاهر اخدني لبونير على طول. وبتقول له ان هناك اعتدوا عليها غصب عنها وانها في الوقت ده اكتشفت حقيقة طاهر. فبيستغرب لانها عدت حدود الولايات بدون تأشيرة ولا حتى الشرطة وقفتها. فبتقول له هو ده اللي حصل. فبيضحك وبيقول لها انت محظوظة جدا او بتعرفي تكدبي جدا. وبيخلي السيرات اللي معاه تشوف لو كان في اثار اعتداء عليها لانه مش بيثق في حد طول ما هو في باكستان. وفعلا بيشوفوا الاثار اللي على جسمها وبيعرفوا قد ايه هي تعرضت لاعتداء. ولما بيعرفوا جيبي بيفهم ان القصه حقيقيه وبيروح للسفير الباكستاني علشان يتكلم معاه وبيعرفوا كل اللي حصل وانهم لازم ياخدوا موقف. وهنا بيخرج علشان يكلم رئيسه ويعرفوا اللي حصل. فبيتصل بمالك مسؤول المخابرات وبيقول له ان في بنت هنديه دخلت باكستان وان مفيش اي حد اخد باله. فبيقول له يا عم دي قصه الهنود مألفينها، ما انت عارف الهند في التأليف ما اقولكش. فبيقفل معاه وبيسيب السفير الباكستاني فرازع عشان يتصرف مع جيبي اللي بيقوله ما تحطش في دماغك المسألة ما بين باكستاني وهندي، حط في دماغك انها انسانة تعرضت للتعذيب في بلدك وانك لازم تجيب حقها لان طاهر ضحك عليها واتجوزها وعذبها غصب عنها. وساعتها فراز بيكون بيتعاون معاه وبيقوله هنعمل قضية ونثبت بالأدلة علشان نحبس طاهر وكل حاجة هتكون تمام. فجيبي بيشكره لانه تعاون معاه، بس بيطلب منه ان الصحافة ما تعرفش لان الموضوع هيكون حساس جدا. وبيخرج من عنده وبيشوف مالك باعت رجالته تراقب جيبي لانه عايز يعمل ضجة ما بين الهند وباكستان ويسجن واحد باكستاني بسبب واحدة هندية، ودي حاجة مش هيوافق عليها اي حد. وسيرات بتاخد أزمة لمكان تعيش فيه في السفارة علشان تكون في امان. وفي نفس الوقت في بطلنا في مكتبه وبيجي له تليفون من ابنه اللي بيعرفه انه صباعه اتجرح وهو اللي جرح نفسه لانه كان بيجرب البراية. وانا بيتعصب عليه وبيقول له ما تعملش كده تاني، وبيكلم والدته علشان يفهم منها. فبتقول له لازم اعرضه على دكتور نفسي. فبيقول لها ازاي واحنا معاه؟ فبتقول له احنا مين؟ محدش معاه غيري، انت برا البلد. وبتقفل في وشه التليفون وده اللي ضايقه لان الشغل منعه من ان هو يقضي وقت اكتر مع اسرته. وفي الوقت ده السيد تواري بيكون مراقب الكاميرات لحد ما بيلاقي طاهر اختفى من قدام السفارة. وبيروح وبيجري الجيبي وبيعرفه انه اكيد راح لقسم الشرطة. فبيقوله روح وراه علشان تخرج منه المعلومات. فبيقوله بس اكيد هيسأل عن مراته. فبيرد عليه وبيقوله مراته مين؟ هو في حد جه النهارده؟ وهنا بيفهم قصده انهم هيخفوا أزمة لحد ما القضية تتحل علشان ينقذوها من ايه طاهر المجنون اللي جمع اخوه ورجالته بالاسلحة بتاعتهم علشان يعرفوا هيعملوا ايه. ولان اخوه عارف جماعات كتير بيكلمهم وبيعرفهم ان الهند حطوا عليهم وبيفضل يسخن فيهم علشان يقفوا في صفه. وفي نفس الوقت اللي سيرات بتجيب ملابس لأزمة علشان تغير هدومها وبتستغل الفرصة وبتقلب
بتقلب في شنطتها وبتلاقي شفرة، فبتروح تديها لجيبي، فبيكون مستغرب هل هي عايزة تأذي نفسها ولا تأذي حد تاني، وبيكون حاططها في دايرة الشك دايما وحاسس ان هي فخ، لان عقله كل شوية بيفكر في اللي حصل زمان والتفجيرات اللي مات فيها ناس كتير. فبيقرر ياخد تليفونها ويفتش فيه، ساعتها بيلاقي صور ليها مع طفلة صغيرة وبيبان انها بنتها. وفي اللحظة دي رئيسة الوزراء بتتصل بيه، فبيرد عليها وبيعرفها ان هو حجز البنت الهندية معاه، وحاليا بيدور على عنوانها في الهند علشان يعرف لو كانت كدابة ولا لأ. فبتقول له خلي بالك لان بنت واحدة ممكن تعمل كارثة ما بين بلدين. وفي بونير بنشوف عربية مالك وصلت لوسط الجبال، وهناك بيقابل طاهر اللي مجهز سلاحه وعايز يحارب السفارة الهندية، فبيقول له الامور دي بتتحل بطريقة تانية، تعالى وانا هعرفك. ومن تاني يوم بيلاقي الصحافة كلها بتتكلم عن الموضوع ده، وبيتهموا الهند انها خطفت زوجة طاهر منه، وهو يا عيني غلبان وعايز مراته، والامر بيتحول لمسألة حساسة ما بين البلدين. فرئيسة الوزراء بتكلم جيبو وبتقول له اتصرف وخلي البنت دي تتكلم مع الصحافة او تروح تعترف في المحكمة علشان نوقف كل اللي بيحصل ده. فبيروح علشان يتكلم معاها ويعرفها ان الموضوع خرج عن السيطرة وانها لازم تروح للمحكمة علشان تقول انها كانت مخطوفة. ساعتها بتخاف وبتقول له انا مش هخرج من هنا، انت بتعرفش الناس دي، ولو خرجتني من هنا هموت نفسي. فبيقول لها لو هتموتي نفسك بالشفرة احنا خلاص اخدناها منك، وكمان شفت صورك مع بنتك اللي ما بتجيبيش سيرتها لينا، وده هو اللي خليني اخرجك من هنا لانك بتكدبي عليا ومش هقدر اثق فيكي تاني. ساعتها مش بيكون قدامها غير انها تحكي له حكايتها بالتفصيل، وهنا بنعرف انها وقت ما سافرت لماليزيا لاول مرة علشان تشوف شغل، ومن اول يوم ليها نسيت شنطتها في التاكسي وما كانتش عارفة تعمل ايه، لحد ما وصل طاهر سواق التاكسي اللي ركبت معاه ورجع لها الشنطة بتاعتها، وبعد كده رجعت لحياتها من تاني. وكان باين عليه انه ظريف وبدأ يساعدها وتعرفوا على بعض اكتر واكتر، وكمان دور لها على شغل في ماليزيا، ومن هنا بدأت تحبه لانه كان قريب منها وعرفته كل حاجة عن حياتها، وكمان نور بنتها اللي خلفتها بعد جوازة فاشلة، فبدأ يحبها ويقرب منها لحد ما في يوم عرفت ان بنتها تعبانة وبتعاني من مرض نادر وانها لازم تعمل عملية بسعر عالي. فطاهر قال لها ايه رأيك تيجي معايا باكستان ونشوف مستشفى هناك تتعالج بنتنا فيها بسعر قليل. ومن اول ما قال لها بنتنا وهي حست قد ايه هو انسان كويس، ووافقت على طول انها تسافر معاه، وكمان انها تكمل حياتها معاه بعد ما حست ان هو ده العوض. وبعد 6 شهور بتسافر لباكستان، فبيجي علشان ياخدها من المطار وجايب لها عربية غريبة ولبس اغرب، فبتركب معاه وهي مستغربة في ايه، وبيمشي بالعربية وسط الجبال. وفي الاول كانت منبهرة بجمال الطبيعة لحد ما طاهر بيعرفها ان الطريق هنا منحدر وانها هتدوخ، وبيديها برشامة كده علشان ما تدوخش، وهي مبسوطة لان بنتها هتيجي تتعالج وسط الطبيعة دي. بس بعد ما مفعول البرشامة بيشتغل مش بتكون حاسة بنفسها، وبتوصل لبونير علشان تشوف عيلته وهي دايخة ومش عارفة الناس دي بتبصلها كده ليه. وكمان اول صدمة ليها لما عرفت ان طاهر متجوز ومخلف كمان. وبعد كده ستات بتاخدها غصب عنها بالعافية وبيحبسوها في أوضة وهي مش فاهمة فيه ايه ولا ايه اللي بيحصل، وبتفضل شوية لحد ما بيجي وبتقول له انت ازاي طلعت متجوز ومخلف وانا اللي حبيتك وطلعت بتضحك عليا. فبيضربها وبيظهر شخصيته الحقيقية وبيعرفها انها وقعت في الفخ وانها هتفضل هنا بقية حياتها، وبتكون مصدومة لانه متجوز كتير هو واخوه وبيقعدوا كلهم مع بعض. وواحدة بتقول لها تتعودي كلنا كنا زيك في الاول اول ما جينا، وبيبان عليهم اثار التعذيب والضرب. وبتفضل كده كام يوم ومش عارفة تعمل ايه لحد ما بتحس ان مفيش حد حواليها، فبتخرج من الباب على امل انها تهرب، لكن واحدة زيها بتقول لها مفيش هروب هنا لانك لو خرجتي هيخطفك واحد تاني وهتعيشي نفس المأساة. فبنشوف في ايدها تليفون وبتدور على شبكة علشان تعمل مكالمة، وبتتصل بشاهين وعامر صحابها في ماليزيا، وبتعرفوا ان طاهر ضحك عليها وطلع انسان وحش ودلوقتي خطفها. فعامر بيقول لها لازم تروح السفارة الهندية بأي طريقة وهناك هيساعدوك. وبعد ايام بيجي ميعاد جوازها من طاهر ومش بيكون قدامها غير ان هي تتجوزه، حتى واحدة من ازواجه بتعترض على الجوازة دي فبيضربها لان اول حاجة عنده هي الضرب، وأزمة بتحاول تاخده على قد عقله علشان ما يضربهاش. وفي يوم بتعرفوا انهم لازم يعرفوا عيلتها انها اتجوزت لانها خلاص بقت مراته وهيخلفوا اطفال، والعادات بتاعتهم بتقول ان عيلتها لازم تديهم 1,000,000 روبية. فبيفرح قوي اول ما بيسمع المبلغ وبيقول لها ناخدهم ازاي دول. فبتقول له نسيت اقول لك ان ابن خالتي عامر شغال في السفارة، هنروح هناك بس نقول له اني اتجوزت وهو هيدبر الفلوس وهيبعتها لنا. فبيفرح قوي وبيقع في الفخ وبيقرر ياخدها تاني يوم للسفارة، وهي خارجة بتكون اخر امل لكل البنات اللي في الجحيم ده، وكلهم مستنيينها تجيب الشرطة وتخرجهم من هنا. وبتوصل للسفارة بقى والباقي احنا
عارفينه، وده اللي قالته له، وبيطلب منها ان هي تقول كل ده في المحكمة، بس بتقوله ان هي خايفة من طاهر لان كل ما بتشوفه بتخاف ومش بتقدر تتكلم لان هو عذبها كتير. فجيبي بيهون عليها وبيعرفها ان كل حاجة هتكون كويسة وهنا هي في امان، وبيفكر في فكرة علشان يطمنها. فتاني يوم بيستدعي طاهر قدام السفارة وبيجيب أزمة وبيقول لها دي فرصتك علشان تخرجي وتروحي للمحكمة، ساعتها مش هتكوني خايفة لان طاهر هيكون معايا. وبعد ما بيخرج من السفارة بيخلي طاهر يدخل علشان يعطله، لكن واحد من الحرس اللي بره بيعرفوا ان في حوار داير عليه. وفي نفس الوقت محامي اسمه سعيد بيقابلها وبياخد معاها صورة ذكرى لانها هترجع للهند بالسلامة، وبيقول لها ما تقلقيش دي هتكون ذكرى ما بيننا. وفي نفس الوقت ابن جيبي بيتصل بيه وبيقول له ابسط النهارده شربت بنزين بقى. فبيقول له ليه يا ابني تعمل كده؟ فبيرد عليه ابنه وبيقول له كنت بشوف هبقى سريع زي العربية ولا لا. فبيرد عليه جيبي وبيقول له انت لو ما قفلتش دلوقتي هجيبك تعيش في باكستان معايا علشان تتعدل. وبيقابل بعدها طاهر وبشير اخوه علشان يهديهم وبيقول لهم أزمة جوه ومش عايزة تخرج. فبشير بيقول له ده موضوع ما بين اتنين متجوزين وملكش دعوة بيه. فبيرد عليه جيني وبيقول له انت هنا في سفارة، يعني اي حاجة بتتحل بطريقة دبلوماسية، وانسى انها تخرج من هنا غصب عنها. ونصيحة مني يا عم طاهر خد رقمي وهات رقمك، ولما تكون عايزة تقابلك هتتصل بيه. وفي نفس الوقت أزمة وصلت المحكمة وعرفت القاضي كل حاجة، وخرجت تقول للصحافة انها مخطوفة من واحد باكستاني وانه فضل يعذبها هي وبنات كتير زيها. وبتخلص وبتكون في طريقها للسفارة اللي بيخرج منها طاهر ومستغرب ليه جيبي قال له تعالى يوم الأربعاء، بس لما بيفتح تليفونه بيلاقي رسائل كتير وكمان بيلاقي الصحافة جاية تتكلم معاه، وبيعرف ان أزمة خرجت للمحكمة وقالت شهادتها وقالت انه خطفها. وهنا بيعرف انه اتحط قدام الامر الواقع، وبيتهم جيبي انه كذاب وانه ضحك عليه علشان يخرج مراته ويضغط عليها تقول كده. وبعد كده جيني بيخرج بيهني أزمة لان بعد ما القاضي بينظر في قضيتها هيرجعها تاني الهند، لكن بتحصل حاجة هتغير كل خطته، لان بنعرف ان في جاسوس هندي اسمه كولبو مسجون في باكستان، والهند قدرت تثبت ان هو مش جاسوس وبكده لازم يرجع للهند، وده اللي هيأخر رجوع أزمة دلوقتي. فجيبي بيروح لفراز عشان يتكلم معاه، فبيقول له مش هينفع نخرج أزمة دلوقتي لحد ما نحل قضية كولوبو. وهنا بيفهم ان في مشكلة لان تأشيرة أزمة هتخلص وممكن ترجع باكستان قبل ما ترجع الهند، علشان كده بيروح يعرفها ان الوقت ما بقاش في صالحهم، وهي بتبدأ تفقد الامل وبتقول له لو هترجعني تاني لطاهر اديني سم علشان اموت نفسي. فمش بيكون عارف يعمل ايه. وبالليل بيجيله اتصال من واحدة ومش بتقوله هي مين، بس بتعرفه ان طاهر هيقدم التماس بكرة في المحكمة علشان يحل الخلاف اللي ما بينه وبين مراته، والقضية تتحول من قضية خطف لقضية خلاف أسري، وفي النهاية هترجع له تاني لأنه جوزها. وجيبي بيتجنن وبيكلم المحامي سيد على طول وبيعرفه اللي حصل وإنه لازم يروح المحكمة لأنها لو اتحولت لقضية أسرية طاهر هيكسبها وهترجع له مراته. فبيقول له المحكمة دلوقتي قافلة، فبيقول له يبقى لازم تروح تستنى قدامها، وأول ما تفتح تخش للقاضي وتقدم عريضة قبل ما طاهر يقدم التماس. وفعلا تاني يوم بيخلص الورق ده من النجمة، وده اللي بيجنن مالك لأن في حد سرب لهم المعلومات دي، فبيخلي الرجالة تروح لمكتب سيد وتدمره كله. وتاني يوم في المحكمة محامي طاهر بيتكلم مع القاضي وبيقول له إن أزمة كانت جاية باكستان بكامل إرادتها وجاية كمان علشان تتجوز، بس لما دخلت السفارة كل حاجة اتغيرت فلازم تكون موجودة علشان ناخد إفادتها. ساعتها القاضي بيحكم لها إنها لازم تيجي لأنها أول ما تشوف طاهر هتخاف ومش هتقدر تتكلم لأنه أذاها كتير. وطول الوقت جيبي بيفكر هيعمل إيه لحد ما بيفتكر انفجار حصل قبل كده ومش قادر يخرج من عقله، علشان كده بيرجع بالذاكرة 9 سنين لورا في السفارة الهندية في أفغانستان وقت التوتر الدولي، وكان موظف صغير ساعتها وبيشوف طفلة جميلة بخمار بتلعب بره، فبيلعب معاها شوية وبيودعها وبيدخل السفارة اللي في نفس اللحظة دي بتنفجر انفجار كبير وبيطير جيبي وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. فبيقوم بسرعة وبيخرج وبيشوف الكابوس ده وبيلاقي ناس كتير ميتة وخمار الطفلة اللي لعب معاها طاير في الجو بعد ما ماتت، وبيشوف دراعها ولعبتها على الأرض وشايف قدامه طفلة بريئة ماتت وما كانش قادر يساعدها. والحكاية دي بيحكيها لأزمة، وفي الوقت ده بيعرفها ان كان عنده حرية يعمل فريق ويروح يقتل اللي عمل كده، لكنه خاف وما عملش اي حاجة، علشان كده كل يوم بيحلم بالكابوس ده ولو رجع بيه الزمن ما كانش خاف. ودي رسالة ليها لانها لو فضلت خايفة من طاهر هتندم ولازم تاخد خطوة وتروح المحكمة وتقول لهم انه كان بيعذبها علشان تقدر تكمل حياتها بعد كده، وبيقدر يقنعها. وتاني يوم بيكون في المحكمة وبتخرج معاه في العربية علشان تكون في حمايته، وعربيته بتقف جنب عربية مالك اللي مش سالك وبيبصله بصة كلها غدر، فبيطلع
تليفونه وبيكلم السفير فراز، وبيفكروا إن باكستان قتلت عملاء كتير قبل كده في السجن، بس المرة دي مش هيسيبهم يقتلوا بنت بريئة، وبيهددوا. وبعد ما بيقفل معاه بيلاقي طاهر ورجالته وصلوا وحوطوا العربية ودخلوا أزمة في أزمة من الرعب، بس فراز بيكلم مالك وبيعرفوا إن القضية دي دبلوماسية وحساسة، وبتوصل أزمة للمحكمة في تحدي كبير. وسيد بيعرف بطلنا إنها لازم تتكلم مع القاضي وسط الجلسة، فبيقول له مستحيل، هتخاف من طاهر. بس المحامي مش بيكون قدامه أي حاجة تانية يعملها. وبعد كده جيبي بيجيله فكرة وبيخليها تكلم رئيسة الوزراء اللي بنفسها بتشجعها وبتقول لها انتي بنتنا والهند مش هتسيبك، وده بيشجعها وبيديها دفعة تقدر تقف بيها قدام طاهر. وبتدخل المحكمة وساعتها بيجي يقرب منها وهي بتكون مرعوبة، فالقاضي بيقول لها جوزك عايز يحل المشكلة معاكي، وهي مش بتكون قادرة حتى تقول لا، وبتكون مرعوبة لحد ما جيبي بيشجعها تقول لا. ساعتها بتستجمع قوتها وبتقول للقاضي مش عايزة أعيش معاه، عايزة أرجع بلدي مش أكتر من كده. وبعد كده القاضي بيحكم إنها ترجع للهند مرة تانية وسط ذهول من طاهر ورجالته، وبيرجعوا تاني على السفارة. وساعتها جيبي بيفكر في طريقة يحمي بيها أزمة، لأن طاهر مش هيسكت وفي طريقها للحدود هيهجم عليها، وفي نفس الوقت اللي مالك مع طاهر ورجالته وبيسخنهم علشان اتحط عليهم، وبيقول لهم لازم نرجع البت دي مهما حصل. وفي نفس الوقت جيبي بيجهز أزمة وبيكلم الشرطة علشان تأمنه، وبيوصلوا له نقطة وبيكمل شرطة الولاية التانية الطريق، وهو بيكون مع أزمة في العربية ومستعد يضحي بأي حاجة علشان يحميها ويرجعها للهند بالسلامة، لحد ما عربية شرطة بتقف في بنزينة وبيجي شوية باكستانيين يتكلموا معاهم. وبعد كده تواري بيروح لجيبي وبيعرفوا إن فيه هجوم هيحصل عليهم، ودي معلومات من الشرطة نفسها، فبيقول له اركب بسرعة على ما نشوف حل للمشكلة دي. والهند بتكلم قيادات باكستان علشان تعرفهم إن البنت لو حصل لها حاجة هيكون في دم. وبعد كده القيادات بتكلم مالك وبتمنعه إن هو يعمل أي حاجة غبية، فبيكلم طاهر وبيقول له ارجع انت ورجالتك علشان هتموتوا، لكنه مش بيهتم بكلامه وبيقول له لازم ارجع البت دي مهما حصل. وفي نفس الوقت اللي الشرطة بتوصلهم فيها النقطة وبتقول لهم اخرنا هنا في عربيتين تانيين جايين علشان يكملوا معكم الطريق، وبيسيبوهم في نص الطريق لوحدهم وبيمشوا. وبيفهم جيبي ان الخطر كده كده جاي، فبيجري بسرعة علشان يركب العربية علشان يسوق هو، وبيجري بالعربية اول ما بيشوف طاهر ورجالته. وأزمة بتكون مرعوبة وعارفة انها مش هتنجو منهم، لكن جيبي بيقول لها ان عنده ابن ولازم يشوفه قبل ما يموت، وبيحاول يهرب منهم لحد ما بتوصل عربيات الشرطة علشان تأمنهم. بس وهو في الطريق بيشوف الناحية التانية طاهر ورجالته جايين بأسلحتهم وكمان بيهجموا عليهم، والشرطة بتحاول تحميهم لكن بدون أي فايدة. فجيبي بياخد العربية وبيطير بيها ووراه طاهر وبشير أخوه، وبيفضلوا يضربوا عليهم نار، وجيبي مش عارف يتصرف ولا يعمل ايه، بس لحسن حظه ان العربية مصفحة والرصاص مش بيخترقها، وفي الوقت المناسب جيبي بيقدر يخبط عربيتهم ويقلبها، وبكده يكون اتخلص منهم ولازم يكمل طريقه علشان يرجعها للهند بأمان زي ما وعدها. وبيوصل للحدود أخيرا، وهناك بيقابل آخر عقبة ليه وهو مالك اللي بيقول له مش هينفع نوصلها كده بسهولة، لازم ناخد منها شوية معلومات. وبيفضل يتكلم معاها وبيحاول يوقعها في الكلام علشان تقول أي كلمة يقدر بيها يخليها تفضل في باكستان، لكن بدون أي فايدة، وبيبقى مفيش قدامه غير إنه هو يسيبها تعدي. وفعلا بتعدي الحدود وبتشكر جيبي السبب في إن هي لسه عايشة وإن هي هترجع لوطنها أخيرا. وبتلاقي رئيسة الوزراء بنفسها في استقبالها، والكاميرات كمان بتصورها، واللي بيشوفوا كل ده أسرة جيبي، وابنه بيشوفه في التلفزيون والكل بيقول عليه بطل، فبيكون فخور بيه وفرحان جدا. والمفاجأة بقى إن القصة دي طلعت حقيقية، وفعلا السفير الهندي قرر ينقذ واحدة هندية كانت مخطوفة في باكستان بعد ما اتضحك عليها. وبرضه ما ننساش التوابل الهندية اللي بيحطوها على أي قصة حقيقية. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة، ولو محتاج تدعمني اضغط على زر اللايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وبكده أشوفكم على خير وسلام.